ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فمرحبا بكم في برنامجكم المبارك، برنامج القرآن الكريم. كنا قد تناولنا في الحلقات السابقة وكنا تكلمنا عن أننا أتممنا جزء عامة قراءة وتجويدا لبيان أحكامه التجويدية، وبدأنا من الحلقة الماضية بأننا بدأنا في التفسير بجزء عامة الموضوعات الإجمالية لسور جزء عامة وشرح غريب ومفردات القرآن الكريم. وكنا وقد وصلنا إلى سورة التكوير. سورة التكوير أيها الأعزاء المشاهدين هي سورة مكية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، وتتحدث في مجملها عن بعض أهوال يوم القيامة. بدأت في أهوال يوم القيامة، ثم تكلمت هذه السورة عن نعم الله عز وجل في الليل والنهار، ثم ختمت هذه السورة برسالة وإثبات رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقوله عز وجل إذا الشمس كورت، هذه الشمس المخلوق الذي خلقه الله عز وجل وامتن الله به علينا، وهي نعمة النهار. إذا الشمس كورت أي هذه الشمس تجمع يوم القيامة وتكور مثل الكورة. وإذا النجوم انكدرت أي وإذا النجوم تفرقت وغارت في السماء. وإذا الجبال سيرت فكانت مثل الهباء والسراب. وإذا العشار عطلت، والعشار هي النوق الحوامل. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش المقصود بها كل الحيوانات التي المفترسة وغيرها تجمع مع نظيراتها ليفصل بينهم يوم القيامة. وإذا البحار سجرت، البحار تسجر بمعنى تتقد مثل النار. البحار يخرج منها ماءها وتوقد البحار نارا وشرارا، أعاذنا الله وإياكم منها. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت. الموءودة وهي البنت الذي تدفن وهي حية، وهي عادة جاهلية مقيتة قد نهانا الشرع عن الإتيان مثلها. وهي كانوا أهل الجاهلية كان أهل الجاهلية يكرهون ولادة البنت، وأن البنت إذا أتت على حياة فهي نذير شؤم وعار، فكانوا يدفنونها وهي حية. وأتى الإسلام ونهانا عن ذلك سبحانه وتعالى. بأي ذنب قتلت؟ يتساءل القرآن الكريم بأي ذنب تدفن هذه البنت الحية؟ وهذا رسالة إلى كل من رزقه الله عز وجل البنين والبنات أن يصبر عليهم وأن يدعو لهم بالصلاح والهداية والتوفيق والرشاد. فإن من الخلق من كتب الله عليه أن يكون عقيما طيلة حياته، ويتمنى أن يكون له ولد أو بنت مثلك، ويجعل من يشاء عقيما، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فليحمد الله أصحاب الذين لديهم أولاد وبنات، وقد يكون من الأولاد والبنات من عنده فرط حركة متعب، قد يكون مزعج، لكن سل الله له التوفيق والهداية والصلاح. قوله سبحانه وتعالى وإذا الصحف نشرت. الصحف وهي مثل الكتب، الصحف تنشر أي الصحف تفتح. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كل إنسان ما يعمله من صغيرة وكبيرة أحصاها الملك وكتبها الله عز وجل.
وأحصاها سبحانه وعدها عدا عليه سبحانه وتعالى الكريم المتفضل ذو الجلال والإكرام في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الملائكة حتى الضحك والابتسامة يكتبونها، فكل إنسان عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فله ملائكة تكتب سيئاته وحسناته. فلينظر أحدكم ماذا يعبي وماذا يغذي كتابه وصحيفته. كل حياتك تكتب في هذا الكتاب في هذه الصحيفة، ويوم القيامة وإذا الصحف نشرت كل إنسان ينشر كتابه من يوم ولادته وحتى يوم مماته. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت، أي وإذا السماء فتحت، وإذا الجحيم سعرت، الجحيم وهي اسم من أسماء جهنم أعاذنا الله إياكم منها. وإذا الجحيم سعرت أي جهزت واتقدت لكي تلتهم ما أمر الله عز وجل أن يدخلوها. وإذا الجنة أزلفت، جعلنا الله إياكم منها، الجنة أزلفت أي قربت وأحضرت لتستقبل أهلها أن سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه الجنة تستقبل أهلها، جعلنا الله إياكم منهم، تستقبل أهلها وبأن سلام، وتفتح هذه الجنة وتطيب لأهلها. وغاية نعيم أهل الجنة هي النظر إلى وجه الكريم عز وجل، هو الجمال والغاية في مطلب كل أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. قال سبحانه: علمت نفس ما أحضرت. الإنسان سيتذكر شريط حياته في موضعين. الموضع الأول حين يأتيه ملك الموت يتذكر كل حياته، ماذا فعل وماذا عمل وماذا لم يعمل. وأما الموضع الثاني فهو يوم القيامة. قال ربنا عز وجل عن حسرة الكافر في ذلك اليوم: يا ليتني كنت ترابا. وقال ربنا عز وجل عن حسرة النفوس المريضة والبعيدة عن الله عز وجل: يا ليتني، في سورة الفجر: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. في هذين الموضعين يتمنى الإنسان يا ليت ويا ليت ويا ليت، في موضع أول ما يرى ملك الموت، والموضع الآخر في عرصات يوم القيامة. فكل إنسان يعد عدة ولا يتمنى على الله الأماني. وقوله سبحانه وتعالى: ثم بعد ذلك ربنا عز وجل امتن علينا، فلا أقسم بقوله: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. أقسم ربنا عز وجل بالنجوم الغائرات في السماء، وأقسم ربنا عز وجل بالليل حينما يدخل على بني آدم وتشتد ظلمته ويكون لبني آدم لباسا سبحانه وتعالى، وهي من نعمه عز وجل الذي لا تعد ولا تحصى. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون.
هذه رحمة الله عز وجل، ذهاب الليل وإتيان النهار، وذهاب النهار وإتيان الليل من أجل نعمه عز وجل. ولنعلم بأن هذه النعمة من نعم التي لا تعد ولا تحصى. وقول ربنا عز وجل ذي قوة، ثم امتن سبحانه وتعالى على الغيب بأن ربنا عز وجل قد أنزل الغيب بملائكة، وهو جبريل عليه السلام أمين الوحي، وأنزله جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه الأرض، ونبينا صلى الله عليه وسلم حفظه صلى الله عليه وسلم وبلغه كما أداه، فصلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل على خلقته في السماء. قال ربنا ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون، أي نبينا ليس بمجنون. حينما كذبوه وقالوا لم يرى جبريل، لكن رآه صلى الله عليه وسلم في السماء، بإثبات قوله سبحانه وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب، أي نبينا صلى الله عليه وسلم بضنين، وما هو على الغيب بشحيح في أن يقدمه لخلقه وأن يهدي به الخلق، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول مبلغ عن الله عز وجل. وما هو نبينا بقول شيء، وما قول ربنا عز وجل بشيطان رجيم. قول ربنا عز وجل هو النور وهو الهداية، لأن الله عز وجل ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ربنا هو نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. سبحانه نور على نور، كلامه نور، رؤيته نور، هدايته نور، قرآنه نور. ومن تمسك بكلامه عز وجل وعمل به ودعا إليه فهو أهل أن يكون له نور يمشي به في هذه الحياة الدنيا. وقول ربنا عز وجل وما هو بقول، أي هذا الكلام وهو كلام عز وجل، وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر، هذا الكتاب إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا الكتاب ليس محصورا على المسلمين وليس محصورا على بني الإنس، لكنه للعالمين، لكل شيء، لبني آدم، لبني الإنس، لبني الجن، أرسله الله عز وجل هداية لكل شيء ورحمة صلى الله عليه وسلم. قال ربنا لمن شاء منكم أن يستقيم، إذا أنزل هذا القرآن فإنه دليل على استقامة العبد على طريقة الله عز وجل وعلى نوره وهدايته. فإذا أنزل هذا القرآن على عبد وأخذ منه بحظ وافر فهو دليل على استقامته على طريق الله عز وجل، جعلنا الله إياكم منهم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي وما مشيئة العبد إلا تحت مشيئة الله عز وجل. لا يحصل شيء في الكون إلا تحت مشيئته سبحانه وتعالى، ولا يقدر شيء في أمور حياتك إلا تحت مشيئة الله عز وجل. هذه بعض معالم سورة التكوير وبعض مفرداتها وبعض أغراض موضوعاتها. السورة التي تليها سورة الانفطار، قوله سبحانه وتعالى إذا افتتح هذه السورة المكية إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. افتتح ربنا عز وجل كذلك بمشاهد وأهوال يوم القيامة، وزاد عليها سبحانه وتعالى إثبات البعث
وإذا القبور بعثرت. السماء انفطرت تشققت، والكواكب انتثرت، أي كل الكواكب تفرق في هذا الكون الفسيح. وإذا البحار فجرت أخرجت البحار كل ما فيها واتقدت نيرانا وأججت. وإذا القبور بعثرت، أي وإذا القبور تفرقت وأخرج ما فيها. علمت نفس ما قدمت وما أخرت. كذلك كنا قد تكلمنا عن متى الإنسان يعلم بحقيقة القيامة رأي عين. علمت نفس ما قدمت وما أخرت. تعلم هذه النفس البشرية بأن ذلك اليوم تستعرض فيه كل شيء، ما تكتبه وما تعمله. والعبرة ليس بالأقوال، والعبرة بالأعمال. أليس ربنا عز وجل يقول في كلامه في كتابه عز وجل في أكثر من معرض، يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وليس علموا. ليس كافيا أن تعلم، ولكن الكافي كله والعبرة كلها أن تعمل بما علمت. وربنا عز وجل يقرن دائما في كتابه سبحانه وتعالى النور، يعرضه دائما، يقرن الله عز وجل الإيمان بالعمل الصالح. ليس كافيا أن تكون مؤمنا، لكن أن تكون تعمل، وإذا عملت تعمل الصالحات. وليس كافيا أن تعمل وتعمل صالحا ولا تؤمن بالله عز وجل حقيقة الإيمان. فالإيمان والعمل الصالح مرتبطان أي ارتباط ولا انفكاك عنهما. قال ربنا عز وجل علمت نفس ما قدمت وما أخرت. بعد ذلك يعاتب ربنا عز وجل هذه النفس وهذه الروح وهذا الجرم الصغير بقوله يا أيها الإنسان. أي إنسان مسلما كان أو كافرا، لأن القرآن مخاطب به كل الناس من الإنس والجن. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الغرور، ما غرك بربك الكريم. ولننظر إلى كلمة ما غرك والارتباط بربك الكريم بصفة الكرم منه سبحانه وتعالى، أي كيف تجحد الكريم سبحانه وتعالى. وهذا من اللؤم ومن انتكاس الفطرة. ولنأخذ على سبيل المثال، كيف لو كان أحدنا يغدق عليه شخص مثل أبيه، هل الأب يشك في كرمه؟ الأب أبوك أو أبيك أو أمك، هل تشكين في كرمها عليك؟ تضحي لك كل شيء وتعطيك كل شيء. هل لو قمت بعصيانها، بل بنكرانها بأنها ليس لها فضل وجحودها ولا تقومين على طاعتها، فماذا تسمين؟ وماذا يسمى هذا الفعل؟ يسمى جحود وإنكار. وماذا يسمى غرور. والغرور هو نسيان حق الله عز وجل عليك، بل إساءة الظن في الله عز وجل. قال ربنا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ولنتأمل صفة كرم الله عز وجل، أن أوجدنا من العدم، من لا شيء، ثم رزقنا في بطون أمهاتنا، ثم تكفل برزقنا حتى مماتنا، ثم يكرمنا عز وجل في عرصات يوم القيامة برحمته. وإن رحمة الله عز وجل في الدنيا هي رحمة منه عز وجل من رحمته التي ادخرها للعباد في يوم القيامة. قال ربنا عز وجل ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ربنا أحسن الخالقين سبحانه وتبارك، خلق الإنسان في تقويم، خلقه في أحسن تقويم وأحسن خلقة سبحانه
عز وجل في أي صورة ما شاء ركبك، في أي خلقة عز وجل ركب الإنسان على أحسن تقويم. ثم ربنا عز وجل يخاطب من جحد ذلك اليوم بالنكران، ويخاطب من جحد وأنكر البعث. قال ربنا: كلا بل تكذبون بالدين. وتكذيب الدين أي تكذيب يوم الدين وهو يوم القيامة قد يفعله الكافر بالجحود والنكران علما وحقيقة، وقد يفعله بعض أهل الإسلام ممن عمله يدل على أنه يكذب بيوم الدين. قال ربنا عز وجل يذكر كل من يكذب بيوم الدين حقيقة وعلما وسلوكا، يقول ربنا يذكره: وإن عليكم لحافظين، أي إن عليكم ملائكة يحفظون كل شيء، ويحصونه ويعدونه ويكتبونه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وإن عليكم لحافظين أي الملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الملائكة خلقت من نور، كرام، تكتب كل شيء عن يمين وعن شمال. هذه الملائكة تحفظك من أمر الله، ولله ملائكة يحفظون بني آدم من أمر الله، وله ملائكة ينزلون القطر والغيث، وله ملائكة يكتبون عن يمين وعن شمال سبحانه عز وجل، وله ملائكة ينزلون كل ليلة صباحا ومساء على أهل الذكر، وله ملائكة يطوفون بين حلق أهل العلم يستغفرون لمن يحضر ويسلك طرق أهل العلم. قال ربنا عز وجل بعد ذلك: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار وهم صفوة الخلق عنده سبحانه وتعالى. حينما يقال رجل بار أي رجل قد عمل وأحسن في أعماله. إن الأبرار لفي نعيم، النعيم نعيم الجنة، وكذلك في نعيم الدنيا هم أبرار من طاعته سبحانه وتعالى. وإن الفجار لفي جحيم، لكن معرض الآية في الآخرة: إن الأبرار لفي نعيم أي في الجنة، وإن الفجار الفاجر الفاسق سيكون في الجحيم، والجحيم وهي جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. يصلونها يوم الدين أي يدخلون فيها يوم القيامة ويعيشون فيها أي الفجار، وما هم عنها بغائبين أي الفجار لا يغيبون عن حقيقة جهنم في ذلك اليوم، لأنهم يرونها أمامهم رأي العين، وهذا دليل على من يكذب بأنه لا توجد جهنم. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين أي وما أدراك ما يوم القيامة، ثم ما أدراك ما يوم الدين أي ثم ما أدراك ما يوم القيامة. واختزلها ربنا عز وجل في كلمة وآية: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أي كل نفس لا تملك أي نفى الله عز وجل صفة الملكية. في الدنيا تستطيع أن تملك كل شيء، تملك ثيابك، تملك وقتك، تملك أشياءك وأصولك. وأما في ذلك اليوم فلا تملك أساسا وأصلا، لأن الملك كله لله. أعاذنا الله إياكم من جهنم، وجعلنا الله إياكم من أهل الجنة ورحمته سبحانه وتعالى. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا.
ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي خير الناس، وأن الخير يصيبه إن كان يراوح أن يكون معلما أو متعلما يقرأ القرآن. ونذكركم بأننا نستقبل تلاواتكم على أرقام التي تظهر على الشاشة طيلة مدة البرنامج، وعلى حسابات التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الفضائية. كنا قد تكلمنا وأتممنا الحديث عن أحكام النون الساكنة والتنوين في الحلقات الماضية، وسنبدأ بإذن عز وجل في الحلقات القادمة عن أحكام الميم الساكنة والتنوين. وكنا قد بدأنا وأتممنا وشرعنا في جزء تبارك، وكنا قد أتممنا سورة المرسلات وسورة الإنسان وسورة القيامة. وها نحن الآن في هذه الحلقة المباركة نبدأ ونشرع في تلاوة سورة المدثر، وهي سورة أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم حينما رأى جبريل عليه السلام في الغار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر، يا أيها المدثر، قم فأنذر، قم فأنذر، وربك فكبر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور، فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، وبنين شهودا، ومهدت
له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر لواحة للبشر عليها 19 عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون
وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة
فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هذه السورة الكريمة فيها سنتحدث عن بعض أحكام التجويد، النون الساكنة، عن أحكام النون الساكنة التي تناولناها في الحلقات الماضية، وعن أحكام الميم الساكنة والتي سنتناولها بإذن الله فيما تبقى من هذه الحلقة. وسنستعرض لكم بعض أحكام الميم الساكنة. وأحكام الميم الساكنة هي ثلاثة أحكام. الحكم الأول وهو الإخفاء الشفوي، وسمي وحرفه حرف واحد وهو حرف الباء. إذا أتى حرف الباء بعد الميم الساكنة يسمى إخفاء شفويا لخروج الميم الساكنة والحرف من الشفتين، وله حرف وهو حرف الباء. ومثاله كما هو متضح لكم في الشاشة قوله عز وجل: فاحكم بينهم. هذه الميم الساكنة أتى بعدها حرف الباء، والباء من حرف إخفاء شفوي، تخفى الميم. فاحكم بينهم. والمثال الآخر في سورة الكهف: وكلبهم باسط. الميم تخفى، وهذا الميم الساكن أتى بعدها حرف الباء، والباء حرف إخفاء. وقول عز وجل: يوم هم بارزون. هذه الميم الساكنة التي ليس لها حركة هي الميم الساكنة في كتاب الله عز وجل، هكذا ترسم، وبعدها حرف الباء، والباء حرف إخفاء شفوي. وقوله عز وجل: ترميهم بحجارة. وهذه الميم الساكنة لا يأتي بعد حرف الباء إلا في كلمتين، لم يرد ولا تأتي ولا يطلق هذا الحكم إذا كانوا في كلمة واحدة، ولا يؤتى في كلمة واحدة. هذا حكم من أحكام الميم الساكنة. ولنرى هذا الحكم في هذه السورة المباركة. ولعلنا نستعرض بعض من مشاركاتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر استكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر
وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستقين الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أحسنت، بارك الله فيك وجعلك الله من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. قراءة جميلة إلا فيها بعض الملاحظات وجب التنبه لها. قراءته لي قم فأنذر، هذه نحن سنأخذ هذا الحكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، وهو الإظهار الشفوي من أحكام الميم الساكنة. الميم ميم قم ميم ساكنة أتى بعدها في الكلمة الأخرى حرف الفاء، والفاء من حروف الإظهار. لا نقول لا، نظهر قم فأنذر قم فأنذر قم فأنذر قم فأنذر. ومن كذلك من الأشياء التي يتنبه لها ثم يطمع أن أزيد كلمة أن نون ساكنة، أزيد همزة أتى بعدها حرف، أتت بعد النون الساكنة وهي حرف من حروف الإظهار من أحكام النون الساكنة. كنا تكلمنا ثم يطمع هكذا تقرأ ثم يطمع أن أزيد. كذلك قول من الأخطاء كذلك ثم عبس وبسر وليس بالصاد وليس بصر، ثم عبس وبسر. وقوله كذلك من وجب التنبه لها قوله سأصليه سقر. هذه بعض الأحكام الذي وجب التنبه لها، وقراءة جميلة جعل الله وإياه من أهل القرآن وقر عينه بوالديه. نأخذ بعض أحكام، لعلنا سنأخذ بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة عن بعض أحكام الميم الساكنة والتنوين في سورة المدثر. إلى ذلك الحين جعلنا الله إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونذكركم تباعا باستقبال تلاواتكم على رقم الواتس الذي يظهر على الشاشة، وكذلك في حسابات التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الفضائية. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.